بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وداعا للأفران هنعمل البقسماط في البيت. مقادير سهلة خالص، موجودة في أي بيت، بس مع شوية تركات كده هقولك عليها عشان يطلع معاكي بالنظام ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل إن شاء الله النهاردة حاجة سهلة وبسيطة وكله بيحبها من الأفران، البقسماط. باذن الله هنعمله يكون احسن من الافران كمان، وتعتمديه وما تشتريه من بره. معايا هنا نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق عادي من اللي انت عندك في البيت، طبعا مش دقيق كيكات، لا دقيق عادي خالص، نص كيلو. ويا ريت نوزن المقادير دي بالظبط بحيث ان احنا يطلع معانا النتيجه ان شاء الله زي بتاعه الافران واحسن. ولو انت ما عندكيش الميزان ممكن تحطي 4 كوبايات من المجات اللي هي الساده بتاعه الشاي. هوريكم واحد بالمجات دي كده. لو انت ما عندكيش الميزان حط 4 من ده، بس طبعا 4 ما يكونوش الكوبايه مليانه خالص، لا تكون متساويه. ومعايا هنا معلقه سكر ومعلقه ملح. ومعايا هنا الخميره انا خمرتها قبل الفيديو بحيث ما اطولش معاكم الفيديو. معايا هنا ميه دافيه، حاطه عليها معلقتين سكر ومعلقتين صغيرين خميره، او معلقه كبيره تكون مليانه. طبعا الخميره اللي معايا انا طبعا هي عندي بقالها فتره، فمش ضامنه تكون تختمر ولا لا، فلازم اجربها كده. هنزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة الله، يا بركة سيدنا محمد. سموا على العجين يا بنات، وصلوا على النبي كده عليه، والله العظيم بيفرق جدا في اكله وفي طعمه وفي الشغل نفسها اللي انت بتعمليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا هنا التركايه بتاعتك في البقسماط ده مش زيت بس، ده نص كوبايه. هي الكوبايه دي معايا 250 مللي، هاخد حوالي 80 مللي بالظبط زيت، عليهم معلقه سمنه، يعني 60 جرام زيت و20 جرام سمنه، يعني ما يعادل كده معلقه سمنه بتحطيها على نص كوبايه الا زيت. لازم معلقه السمنه دي، ما ينفعش بزيت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا كده بالمعلقه عشان بس ما نبهدلش ايدينا. نقلب كده. وهنستخدم ميه دافيه، طبعا انتوا عارفين ان الجو برد الايام دي، الله المستعان، فهنستخدم في العجن ميه دافيه بحيث تنشط معايا العجين على طول. ميه دافيه مش سخنه. ومعايا هنا الميه الدافيه، طبعا انا هحط على حسب نوع الدقيق اللي عندك يعني هي المفروض هتحتاج 200 مللي ميه، يعني كوبايتين. انا هحط برضو تدريجي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في المرحله دي عايزه تضيفي شمر ضيفي، عايزه تضيفي كمون ضيفي، بس انا عايزاها كده ساده. هحط على وشه سمسم. خلاص كده المعلقه خلاص مهمتها انتهت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اساس نجاح البقسماط العجينه بتاعته في في لتها، لازم تلتيها كويس. ومن انت تحط الميه تدريجي ممكن هيقبل معاكي، بس عشان تعملي العجينه عرق. وهعجنها كده عشان ما اطولش عليك الفيديو وارد لك تاني. كده خلاص انا خلصت لتفاه اهوت قدامكم على الرخامه. بس العجينه بسم الله ما شاء الله ناعمه وطريه. اول ما تحط كوبايتين الميه هتحسي ان ان العجينه معاكي هتبقى رهيفه. لا هي انا عايزاها، بصي شايفين، طريه خالص وناعمه كده. طبعا وده سر اللت، يعني بصي تفضلي تلتي فيها شويه حلوين كده على الرخامه. طبعا الرخامه عامله نظيفه. يا رب تكون الصوره واضحه، اظبط لكم الصوره شويه. تلتي فيها على قد ما تقدري، تعملي لها للعجينه عرج معاكي وتبقى العجينه ناعمه. بنفس النظام كده العجينه معانا ناعمه خالص. هنسيبوها بس تخمر معانا حوالي تقريبا نص ساعه عشان الجو بارد، وهي هتتخمر في بعد التقطيع. يعني هسيبها معايا كده تخمر نص ساعه. هغطيها طبعا، ما عندكش استرتش هتغطيها بكيسه وتحط عليها فوق. هبدا معايا كده
معايا كيسه لبن نضيفه، احطها بس على وش العجين كده بحيث ان هي تساعد معايا على الاختمار، واحطها في فوطه وهسيبها نص ساعه بس عشان الجو برد. لو كان الجو عادي كده في صيف كنا سيبناها 10 دقايق بس تختمر، وهنبدا نشكل فيها مع بعض. كده معايا اهيت العجينه فضلت حوالي معايا نص ساعه. احنا مش عايزينها تختمر، احنا قلنا بس هنريحها بحيث ان هي تساعدنا في التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله والله يا بنات. شايفين العجينه؟ بسم الله ما شاء الله. هنفردها بس كده فرده بسيطه، ويلا نجهز معانا السمسم. معايا هنا سمسم ابيض، هو يستحسن ابيض. انا لو الكميه اللي عندي ما كفتش، عندي احمر هزود بيه. هحط عليها بس معلقتين ميه. هنقلبه كويس الميه دي بس بحيث ان هي تمسك معايا السمسم اما احط فيه العجينه. خلاص كده عملت السمسم وحط عليه معلقتين 2 ميه. هنبدا احنا بس فردينها فرده بسيطه معايا كده. هنبدا ناخد نقطع حته صغيره كده. هنشتغل فيها ازاي؟ حاول نفرد بس، وانت بتفردي حاولي تخليها كلها متساويه، وطبعا الطول اللي انت عايزاه والسمك اللي انت عايزاه. انا مش بحب البقسماط تخين قوي، نحاول على قد ما نقدر نخليها القطعه معانا متساويه. بصي انا عايزاه الحجم ده كده بحيث برضو انت تتحكمي فيه. وهنبدا نحطه في البقسماط كده خلاص بحيث ان البقسماط معانا ينزل. وبرضو نفس هنشيلها كده ونحطه في السمسم كده. هنقطع برضو قطعه كده متساويه. وهنبدا كده حاولي وانت بتلفيه يبقى بص كله سمك واحد بحيث ما فيش حاجه تنحرج منك في الفرن وحاجه تستوي وحاله. ناخد كده ونحط في السمسم كده. واحده كمان. خليك عارفه ما تفكريش ان هو كده رفيع، لا هو لسه هيختمر. كده انا شكلت معاكم صاج اهوت. لازم تسيبي مسافه لان هو لسه هيختمر معانا تاني. الخمر الاساسي في المرحله دي، يعني انا سيبته يختمر بس العجينه نص ساعه عشان الجو عندي برد. هيفضل معايا هنا ساعه ونص او ساعتين، وهكمل بقيه الكميه وارد لك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص انا معايا العجينه اختمرت، قعدت معايا بالظبط كده عشان الجو برد عندي قعدت ساعتين. خلاص كده هبدا ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. لو انت عندك الفرن بيشتغل فوق وتحت خلاص حطيه في الرف اللي في النص وشغلي من تحت بس لحد ما ياخد معاكي، وابدأي شغلي الشواية. لو احمر معاكي من غير شواية خلاص. وبالنسبة برضو في حاجة مهمة،
ولازم يكون معاك الفرن مسبق ان هو يكون محمي. يعني خلاص قبل ما تدخلي البقسماط معاكي، لا حاولي تشغليه قبلها ب10 دقايق كده. بسم الله ما شاء الله، احلى بقسماط هش خالص. وهوريكم دلوقتي طبعا ده من نص كيلو. بسم الله ما شاء الله، عامل كمية بألف هنا يا رب اللي هياكله. وهوريكم هش ازاي. شايفين؟ اسمعوا صوت الجرمشة كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، هش خالص، طعمه احلى من المخابز والله. سامعين؟ استنى. وبألف هنا يا رب اللي شاف الفيديو، وألف هنا اللي هياكله. شايفين؟ اسمعوا كده. سامعين الجرمشة؟ سامعين على الصح؟ يلا ما شوقكمش اكتر من كده، نشوف احنا عملنا ازاي.